كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. مروان مجهز موضوع كالعادة، يحب يجتهد ساعات. فتعالى نخش في الموضوع. طيب بنسمع دايما المثل بتاع ايه، صاحب بالين كداب. ماشي، وصاحب 3 تكملته، يعني صاحب 3 منافق، بس يعني مش هي دي اللي يحاول يعمل حاجتين في نفس الوقت. ساعات او في ناس كتيرة ما بيطلعوش الحاجتين بنفس القدر من المستوى، يعني في اي شغل، في اي مجال، في حياتك حتى الشخصية. ولكن في منظور علمي، لكن من منظور علمي يعني السؤال بقى، هل فعلا الانسان يقدر يعمل مهمتين في نفس الوقت بكفاءة؟ هل ده بيعني انه شاطر ولا العكس؟ اوكي، على حسب اعتقد طبيعة الشغلانة، يعني بالبلدي كده، هل صاحب بالين كداب ولا شاطر؟ فده سؤال النهارده. كداب ولا شاطر؟ ليه كداب يعني؟ ليه انت ممكن تقولي للناس ان انت بتعرفي تعملي الحاجتين، بس ممكن الكواليتي اللي خارج منك في الحاجتين دول مش احسن حاجه. لا ليه يعني؟ ممكن ابقى مثلا، يعني انت اهو مثلا بتغسلي سجاجيد وبتنشري غسيل. انا ازاي المثل اللي ملوش لازمه اللي هتقوله لنا النهارده؟ لا يعني انت ممكن تبقى مثلا بانكر شاطر مثلا، ماشي، وميوزيشن شاطر، وبتلعب جيتار او بيانو خطير مثلا، زي في حالتي انا مذيع شاطر وروك ستار في نفس الوقت. ده يعني بتحكي عن وضعي الحالي. انا كروك ستار، او بس يعني لو تشتغل في مجالين في نفس الوقت، انت ساعات بتشوف ناس. طب ثواني، مجالين ولا ما هي لا هي يعني ما انت ممكن صح. تبقى برضو بتشتغل في شركة ومحاسب مثلا، وكونتنت كريتور شاطر جدا، بتعمل محتوى مثلا عن الاكل او عن السفر او حاجة تحزن ان الزمن اللي احنا عايشين فيه تبقى كونتنت كريتور مهنة بتجيب فلوس. ما حاجة تحزن غالبا اكتر من تكون شغال بانكر اصلا يعني. حاجة تحزن. اشتغل ايه كونتنت كريتور؟ ما ده الجنريشن الجديد لازم تتقبل. مالهاش علاقه بالجنريشن الجديد، هو ده التكنولوجيا اللي تطورت. ما ده مع الجنريشن الجديد، فخلاص حصل شيفت او شكل الشغل اتغير. بس يعني انت عندك العيل دلوقتي اللي هو انا عايز اطلع كونتنت كريتور، دي شغلانه. بس طيب هل هي بقى كداب ولا شاطر؟ هل صاحب الحاجتين او صاحب المهارتين او صاحب الشغلانتين او اللي بيعرف يعمل حاجتين، هل ده شخص يعتبر شخص كداب ولا شخص شاطر؟ بص يعني في حاجه كده، في دراسه يعني هقولها، في ناس مثلا ممكن الظروف يا مروان تضطرها انها تشتغل شغلتين خلاص في مجالين مثلا في نفس الوقت، ورغم ان الموضوع مرهق اكيد، وانه ناس كتير بيشوف انها شطاره، لكن في دراسه كان عنوانها working memory costs of task switching. What a big kite you have. I made it all myself. حسيت ان انا قريتها كده. Would you please teach me how to make one؟ يعني متهيألي يعني ما اعرفش هي مترتبه صح ولا لا. working memory cost of task switching. لاحظت ان تكرار التبديل بيقلل القدرة على ان انت تفتكر معلومات، وده مؤشر على ان الدماغ بتتعب يعني. خلاص يعني لو بتكون انت شغال في مجالين، المجالين دول 2 مجالات مختلفة خالص ومحتاجين تركيز عالي، يعني صعب ان انت دماغك تقدر تفضل تشتغل بنفس الكفاءة للحاجتين دول. اوكي يعني كفاءتك ممكن تتراجع، لكن لو المجالين شبه بعض او واحد من المجالات دي اخف كشغل نسبيا، يعني ممكن الموضوع او الاوتكم يبقى افضل. يعني اعتقد ان حاجه منطقيه. يعني تخيلي انت ايه ممكن يبقى متشابه، مثلا بتشتغلي في مجال البنوك وبتشتغلي مثلا في شركه استثمار، او عندك شركه بورصه، يعني اعتقد حاجتين نفس المجال بشكل او باخر مثلا. مش عارف يعني مش قادره افكر في حاجه. بتشتغلي مهندسه وعندك شركه مقاولات بتبني مطوره عقاريه، حاجتين قريبين من بعض. بتدرس مثلا جيتار ومدرس شاورما ومدرس موسيقى مثلا. يعني انت الصبح مدرس موسيقى أو مثلا، انت موسيقي في باند، وفي نفس الوقت مدرس بتدرس مزيكا انت جيتارست في باند وبتدرس جيتار مثلا. دول طبعا دول اعتقد طبيعي، بس ان انت في باند بس دي تبقى ليد جيتارست مش ريذم. واضح ان انت جاي تهزر.
كملي. لا بس مش في باند دي، ما هي برضو في باند انت مش بتروح من 9 ل 5 فاهم. 9 بصي احنا عندنا في جانز اند روزز لما بنعمل تور فاهمك حاجه، let me tell you how the body works. انا عندي باند الورود الدبلانه. الدبلانه مش مسدسات ورود يعني. لا ورود دبلانه. لا ده هناك بقى، ده في المعادي. ده في شارع 9 تقابلوا بالليل تلعبوا، طلعت يا محلى نورها باللحم الروسي جنب السوبر ماركت. ايوه. انا ممكن اسال السؤال، هل صاحب بالين ده هيفلح في حاجه ولا ايوه لو انت بتعيني واحد في شغل وهو اصلا بيشتغل الصبح في شغلانه تانية على محتاجه فكرة بشوف ناس كتير وقت ايوه انا فاهم. انت ممكن يبقى عندك تخوف ان هو مش هيعرف يدي في الشغل اللي انت بتعيني فيه، هيجي تعبان، هيتاخر، هيبقى مجهد، هيبقى مش مركز، لو عنده مشاكل في شغله التاني. يعني انت عندك شغل شركه ايا كان نشاطها ايه، وجالك حد عايز يشتغل عندك في وظيفه معينه، والشخص ده بيشتغل الصبح في شركه تانية في مجال تاني مش مجال منافس اكيد. ممكن يبقى عندك تخوف، انت ممكن تقبليه، في غيرك ممكن يبقى عنده التخوف انه لا يعني انت هتجيلي منهك القوه وتعبان ونايمان على روحك أيوة مروان، بس لو بطاريتك خلصانه زي ما بيقولوا، لو الظروف مضطراك بي listen to ايه. انت بتشوف ناس كتير مثلا شغاله في الريل استيت وبتشتغل مثلا كونتنت كريتورز من او ليهم بلاتفورم على السوشيال ميديا مثلا، يعني ماشي بتشوفها كتير قوي. فايه فاهو هل ده بقى ده حاجته بليد؟ لا بليد. لا بصي يا ماما، اللي انت بتقولي عليه ده شغله بتاعه، يعني هو بيعمل كونتنت لنفسه. ماشي. طب ما هو لا انا بتكلم عن الناس اللي بتشتغل في حتتين شغل، موظف في حتتين الصبح مثلا يعني في بنك وبالليل هو عايز يشتغل مثلا عايز يشتغل في شركه ايا كان ايه. في ناس ممكن يقول لك لا انت هتجيلي انت بتشتغل شغلانه الصبح مجهده تستنفذ طاقتك، فهتجيلي مع ان هو ممكن يبقى شاطر جدا وتالنتد واخد كورسات ودراسته مش عارف طب لو ايه. بيشتغل اي تي الصبح في شركه واي تي شيفت بالليل في شركه بينزل رنات موبايل. بص بقى يا سيدي، في حاجه اسمها سويتش كوست، اللي هي تكلفه التبديل بين حاجتين او شغلتين وازاي بتاثر. السويتش كوست دي مقصود بيها الوقت والطاقه اللي بيحتاجها المخ وهو بينقل رايح جاي بين حاجتين. فلو انت جاي مثلا تشتغل في مجالين، حاول تحدد وقت لكل واحدة او تقلل التبديل ما بينهم. يعني مثلا تبقى فترة الصبح للمجال الاول وفترة بعد الظهر مثلا للمجال التاني، علشان ده اللي بيقلل السويتش كوست. يعني ما ينفعش انت تبقى قاعد مثلا بتشتغل على ريبورت ولا حاجة وفي نفس الوقت قاعد بتظبط حاجات لشغلانة تانية، يعني عمال تروح وتيجي ما بين الاثنين. بس طيب بص بقى في فرق بين الذكاء وان انت تبقى مشتت وهو خيط رفيع. يعني مش كل اللي بيشتغل في كذا حاجة مشتت، في ناس بتقدر توزع طاقتها على حسب الأولويات بتاعتها وبتنجح أكتر. السر في إدارة الوقت والانتباه مش في عدد الحاجات اللي انت بتعملها. في عالم في علم النفس، يعني واحد دكتور يعني قال اسمه دانيال ليفنتون تقريبا، بيقول ان الدماغ مش متصممة للتعدد لان انت تعمل كذا حاجة، ولكن هي الدماغ هايلة براعة جدا في التنظيم. فانت لو قدرت تنظم الحاجة الكذا حاجة اللي انت بتعملها هتعملها احسن بكتير، مش ان انت تشتت نفسك بين حاجتين تلاتة. فاهم؟ بس في نفس الوقت يعني تقدري تعملي كذا حاجه بس بتنظيم وقت تنظمها بالظبط. يعني زي دي الاول وبعدين دي في اواخر دي ممكن ابدا دي يعني وهكذا. بيقول لك ان الدماغ المخ شاطر جدا في التنظيم، بس ان انت تشتت نفسك دي اللي بيحصل فيها دروبس. بس فانت لو نظمت لو نظمت وقتك ما تسمعش يارا. طيب في حاجه كده كنت بقراها هنا، ان هو بيقول لك في حالات محدودة انت ممكن تعمل حاجتين مع بعض لو الحاجة التانية مش هتضطر انها تاخد منك مجهود. يعني مثلا انت ممكن تشتغل وتتفرج على التلفزيون. ماشي دي بس لو قفلت التلفزيون هتشتغل اكتر او هتركز اكتر. فاهم قصدي ايه؟ يعني ممكن تعمل الاتنين مع بعض، بس الشغل هيحتاج تركيز، فانت تقفل التلفزيون احسن. مع ان بس ساعات الواحد بيعمل الحاجات دي عشان عايز حاجه تزن عشان ما يحسش بالوقت. يعني عارفه مثلا قاعده بتكوي هتشغل التلفزيون، يعني اكيد هتشغل التلفزيون. لكن لو قاعد لو بتشتغل مثلا حاجه لابتوب لا اكيد طبعا دي موضوع مختلف. عمري ما فهمت الناس اللي بتذاكر وبتشغل مزيكا. انا كنت كده
طول الوقت ولا في اوقات معينه او مواد معينه؟ ما اعرفش اقعد في، انا بالنسبه لي ده شيء مشتت يعني. جربتها كذا مره وفشلت فشل زي بقعد اغني مع المزيكا. لا انا عادي يعني بشغل كنت مزيكا او التلفزيون يبقى شغال سامعاه واذاكر عادي. عشان كده لما بطلع تورز مع جانز مع الورود احنا كجانز احنا جانز انا مش مع السينج او التوبيك بتاع صاحب بالين كداب. في ناس انا بشوف ان عادي جدا ان انت تشتغل شغلانتين، ناس كتير جدا اصلا بتعمل كده وهي قدرات على فكره يعني. ده حاجه لا تقلل منك ولا تزود لك، لا انت بتعرفي تعملي حاجتين في وقت واحد، ده شيء كويس ليكي. لو انا ما بعرفش اعمل ده شيء ما يعيبنيش يعني المثل بتاع صاحب بالين كداب ده انا مش معايا. انا بشوف ان صاحب بالين ده شاطر او مجتهد او مرتب اولوياته صح، بس او مش هيبقى شاطر كويس. او مش هيبقى شاطر او مجتهد لو حاجه منهم فاشل فيها خالص. لا ما حدش بيقول ان هو فاشل. انا بقول اللي يعرف يعمل حاجتين في نفس الوقت، يعني شغلانتين او حاجتين كده، انا شايفه ان دي شطاره واجتهاد. باي باي, باي, باي. كنتم مع كلام في الزحمه مع مروان أدري ويارا الجندي